السلام عليكم حبيبات الخير، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم خبز بالزيتون على طريقتي، ان شاء الله يعجبكم يا البنات. رائع، اكثر من رائع يا البنات. جربوه ما راح تندموا، والله العظيم ما راح تندموا، راح تدعوا لي اكيد. يعني هنا عندنا خبز رائع وخفيف يا البنات، وبالزيتون ومذاق الزعتر، الله يبارك، رائع. نروحوا على المقادير ان شاء الله. هنا عندي 4 كيلات فرينة فقط، بحبيتكم تشوفوا الكيلة، يعني غرفية نتاع حريرة او نتاع شوربة. 4 كيلات. هنا عندي مغرف نتاع زعترة، عندي 2 مغارف سكر و2 مغارف خميرة ونصف مغرف ملح. يعني المغارف كبار فقط، يعني ما تعمريهمش بزاف، عادي يعني مش. هنا واش راح نديرو، راح نخلطوا النواشف مع بعضها يا البنات. وعندنا حليب دافئ على حسب العجن، عندنا كاس نتاع لاتاي نتاع زيت الزيتون، وعندي زيتون اخضر مقطع مربعات صغار. هنا نخلطوا النواشف عفوا البنات، ونحط هذاك زيت الزيتون ونروح نحطه في الخلاط يتخلط. هنا رايحه نديروه في البيتزا البنات، اللي ما عندهاش تعجن بيدها عادي، واللي ما عندهاش نصيحتي ليها تلم تنقص من يعني من المصروف ودير بيترا، والله العظيم راح تنفعك وما تعجزيش خلاص، يعني ما تعجزيش. يعني يجي خبزها رائع، حتى اليدين ما شاء الله يجي الخبز رائع. لكن لما تكون كونتيتي شويه كبيره تستعمليها هي افضل. هنا بعد ما خلطت وخليت زيت الزيتون يدخل مع الفرينه، نروح نحط الحليب حتى تتلمد لي العجينه. حنا هنايا لازم تكون العجينه طريه بزاف، يعني مش حتى تلتصق، لكن تلمد روحها. هنا بعد ما تلمدت لينا نروحو نحطو هذاك هذاك الزيتون اللي قطعناه قبل. والله العظيم هاد الوصفة رائعة، كنت درتها يعني هذا خبز الزيتون كنت درتها في روتين، لكن ما وريتكمش تفاصيله، وعدتكم باش نحطو بتفاصيله. اذا وعد الحر دين عليه. هنا يعني بعد ما عجنت مليح وعجلت البيترا، يعني دلكاتو لي مليح، الله يعطيها الخير. المهم هنا نغطي بالبابي الشفاف ونزيد نحط سربيته يعني دافيه باش ندفيه باش يختمر. هنا البنات يعني حطيته قدام المدفأة، صراحه راه عندنا البرد، يعني لو كان نخليه هنا في الكوزينه ما راحش يختمر، يليق له مكان دافئ. يعني هنا خليته البنات طلع لي، ومن بعد كسرته، يعني فقط هبطته بيدي يعني ماشي دلكته، وعاود خليته يعني يطلع كما راكم تشوفوا. هنا واش راح ندير، راح ندهن يديا بالزيت عادي او زيت زيتون، يعني كل اللي عندك، باش نهبط هذيك العجينه كامل ونروح نشكلها ان شاء الله. شوفوا راهي نزلت، يعني بعد ما خبطتها بيدي رايحه تتنزل كما راكم تشوفوا. هنا رايحين ان شاء الله باستعمال الفرينه والوراق، يعني نشتغلوا في العجينه نتاعنا. البنات واش نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لاصحاب القنوات اللي راهم عندي، نتمنى باش تروحوا تشتركوا في قناتهم يعني وتشوفوا، يمكن تستفادوا منهم. راهم يحطوا تعليقات عندي ويطلبوا تثبيته، لكن ما نقدرش نثبته لكم كامل، يعني كاين بزاف. صراحة كنت نثبت لما يكون طلب واحد، لما يكونوا طلبات بزاف ما نقدرش، سامحوني يا البنات. علاش؟ باش ما يقولكش حبيب الخير راه يدير في البيستو، يعني هذه الأولوية نتاع شخصيتي. يعني هنا رايحة ان شاء الله نقطع نتاع يعني العجينة نتاعي ونوسيها كيما تقدري ديري، يعني خبزات مربعين او عفوا مدورين او طوال، يعني لك الاختيار. هنا ما نجمش ندخل فقط، يعني السر نتاع العجينة انك ترقيها باش تجيك خفيفة وتجيك بنينة وما تجيكش يعني معجنة بزاف من الداخل، يعني فيها العجين من الداخل. هنا المهم قسمتها خليها ترتاح فقط شوية، ونوجد البلا يعني نحط له البابي شفاف يعني تاع الزبده باش ما يعني باش ما يتلتصقش ليا وتغبني، لانه صراحه هذوك الصناوه يلصقوا. يعني ديري الزيت ديري خاصه هنا راني نشتغل بالفرن نتاع الغاز، يعني راني مستعملاته كما كتشوفي معايا. تروحي ترقي حوالي 1 سنتيم
فقط. ما تنسوش البنات الاشتراك على قنوات البنات اللي راهم يطلبوا يعني في الاشتراك والدعم. دعموهم، دعموا بنات بلادنا ودعموا بنات الوطن العربي، وعلاش لا؟ يعني حنا خاوة عند الله. هنا بعد ما كملت الاولى رايحه نكمل، يعني درت 4 مدورين، يعني القطر نصف القطر تاعهم حوالي 10 سنتيم او 8 سنتيم، والاخرين درتهم زوج طوال وواحدة ضفرتها، يعني فقط من باب التميز في التزيين فقط. وانتي وكل وحدة وكيفاش. هنا كملت البلاص الاول والزوج رايحه نغطيهم ونحطهم قرب المدفأة باش يعاودوا يختمروا من جديد. واش راح ندير؟ عندي هنا قطرات نتاع خل، واحد 3 قطرات هكذا ولا 4، ونروح نحط عليهم حبة بيض وندربها مليح باش رايحه ان شاء الله ندهن الخبز نتاعنا. هنا البنات تقدروا تدهنوا بالبيض. هنا عندي زيتون مقطع وعندي كيفاش يقولوا لها زريعة الكتان. هنا البنات عندكم اختيار، تقدري تدهنيها بالبيض من الفوق، تقدري يعني تحطيها طيب وتولي زعما تخرجيها وتدهنيها بالزيت الزيتون. يعني احنا الوصفه الحقيقيه نتاع يعني هاد الخبز تاع الزيتون كنا نديروها زمان، كنا ندهنوه بالزيت الزيتون. انا صراحه مانيش حبتها ميدم بزاف، يعني بركات العجينه راه فيها زيت الزيتون وفيها الزيتون، يعني الزيتون عنده فوائد كبيرة في الجسم يا البنات، يعني بتنوع، يعني بغى زيت أو يعني زيتون. كما قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطول السنين. يعني معناتها الكرموس والزيتون عنده فوائد، هذا ربنا سبحانه قالها في القرآن الكريم. نروح نشبح يعني هذاك الخبز نتاعنا بعد ما طليته بالبيض. يعني انا ما نديرش الصفر وحده البنات، يعني تدبيره من تدابيري، حاولوا عمركم ما ديروا الصفر بوحده، يعني ديروا الصفر مع البياض رايح يخرج لكم خفيف، ما تجيكمش الجلفه يعني تاع الخبز قاسيه، لانه الصفار صراحه يقصح. والخل كذلك يدي الريحه تاع البيض، يعني ما تسبنيش البيض، وحتى تجي رطبه من الفوق. هنا يعني رشيتها بزريعه الكتان، نروح نحطها طيب في الفرن، يعني شعلته من الفوق من التحت، فقط فوق نقصت له باش ما يعني باش ما تحمرش قبل ما يعني تطيب وتتجمر. يعني نقصت الفوق عادي، يعني انا راهي ناقصه الفوق والتحت والطيب يعني كيف كيف. هنا نروح للبلاطو الزاوج. هنا ما رايحاش ندير زريعة كتان لانه بنتي ما تحبوش، فقط حبيت ندير تزيين بالفرشيطة فقط، يعني كل وحده وكيفاش، يعني هذا تميز بعد تميزكم بتعليقاتكم وحضوركم الجميل الذي يعني صراحة يفرحني، خاصة لمتميزات لي دائما متواجدين بتعليقاتهم. الله يبارك، راني حافظاكم، يعني بقلبي راني حافظتكم، حتى ولو مش بأساميكم لكن بقلبي وبخاطري، يعني كل وحدة نعرف تعليقها ونفهمها ونفهم يعني حتى يعني شعورها من جهتي كيفاش داير. الله يعطينا ويغنينا فقط بالإيمان، ويبعد علينا النفاق والكذب وسوء الظن فقط. ربي إن شاء الله يشفي كل المرضى ويعافيهم ويفرج على كل مهموم، ويعطي يعني لكل اللي راهي خاصته يعني زواج أو سكنة أو غيرها، إن شاء الله ربي يفرجها عليكم. يعني ذكرت لكم الدعاء حتى جا الخبز طيب ما شاء الله. الله يطيب أيامكم إن شاء الله يا البنات. هنا ما شاء الله خفيف، ما يعني سخون ورفدته خفيف ريشة. شوفوا يعني عينكم هي ميزانكم يا البنات بدون تعليق، والله العظيم ما شاء الله. انا خليته شويه يعني ارتاح، خفيفه، يعني الخبزه لما تحمليها تجيك خفيفه، لو تجيك ثقيله تعرفيها باللي راهي خشينه. راكو شفتوا البنات رققتها هنا ولات تقريبا 1.5 سنتيم او 2 سنتيم، ما شاء الله والله رائع. تاكليه مع القهوه، تفطري به، تتعشي به، بالهنا عليك والشفاء عليك ان شاء الله. ما تنسيش الجام ايتها الغاليه اللي راكي تشوفي في هذا الفيديو الان. ربي ينورك، راني راضيه عليك وداعيت لك من عند
من قلبي الرب سبحانه. ما تنسوش يا البنات الاشتراك على قناتي والضغط على الجرس باش توصلكم كل وصفاتي، واللي ما هيش توصلها تقدر تلغي الاشتراك وتعاود ترجع تشترك من جديد وتدق الجرس توصلك ان شاء الله كل وصفاتي. ربي يحفظكم بالتوفيق لكم، نتمنى تطبيقكم يا البنات. تهلاو في رواحكم.